ها ما يعني التورية عندك شوي عالية يعني، اما اذهب بتورية اعمق منها، او باللي وصلك نتحدث يعني ببساطة اكثر. لازم اخذك للوحاش، لاجل الناس لازم اخذك للوحاش. اي يلا اقول لعد، انا راح اسكت. على الاجتماع. اي خلينا شوي يعني انا ما شايفك في يوم من الايام نعالج الموضوع بطريقة انا ما شايفك ثانية. في يوم من الايام مسلوب الاراده. انت قوي، انت كائن فردي. نعم. حسب حساب الجيران. ايه لازم نحسب حساب كل الاشياء. انت ابن الارض، انت لا تسكن في الطوابق العاليه، يعني منتمي الى الشتلات، منتمي الى الجذور، وهذا ما مسبب لك الدمعه المتوقده دائما في حدقتيك. يعني يا اخي انت ما مرتاح، شنو السالفه؟ لا ليش ما مرتاح؟ ما مرتاح مال كاظم اسماعيل مو والله. اي ما مرتاح من شفت الشمس نزلت تبوس القاع وبجف الطفل تلاح. ما مرتاح. لا سوي بها مقطع ما مرتاح منك، مني، من الناس، من العدل، من الجاي، من الراح. ما مرتاح. اي ماكو احد مرتاح عباس، ولا انت مرتاح. يعني انت اسئله يعني تريد تحللني من الناحيه السيكولوجيه، ربما تاخذ تاثير الشغل اللي اشتغل به وتعكسه على الشخصيه. انا بالنسبه لي لا، يعني اخذ الشخصيه واعكسها على الشغل. يعني المساله بها تداخل، احنا نحكي بها بالفن، نقول بين ذات الشخصيه وذات ذات الدور. قبل ما اخذ الاسماء والاشخاص، اي صفحه من صفحات الفن العراقي تدعوك للابتسامه؟ يعني اقدر اقول الفخر اكثر من الابتسامه. التسعينات. التسعينات. اي لانه كان بي يعني نتاج عظيم، وكان بي رسائل مهمه عظيمه، يعني برفض، باحتجاج، بتحدي، بجمال، بجيل جديد. كأنك سرت طويلا دكتور، كأنك سرت طويلا كي تحافظ على هذا الكائن حكيم جاسم، كأنك سرت بالقرب من المنافذ، بالقرب من الحدود، كأنك عانيت كثيرا كي تكبر. يعني لا، حتى تكبر لازم تخسر كثيرا، ولازم تسير كثيرا، ولازم يأكل من جرف، يعني من جرف إبداعك ظرف اجتماعي كثيرا. أن تغادر في وقت كان عليك أن لا تغادر، يعني هذا يخلينا نبتعد عن مسألة التوقف بين الرفض والقبول. لا، اختيار، أن تختار منفى، أن تختار عمل ولكن العمل لا يختارك، أن تختار صديق وتجده بنفس. أمنت نفسك ولكنك وضعتها في خطر. هو هاي معادلة الحياة. أنت حتى تصير أكتف، حتى تصير بها طعم، لازم تبقى بمرحلة الخطر، يعني تبقى يعني مثل بلدنا لازم بيه اضطرابات. سجاد بدون صغير. ايه شيلي صدق والله هذا لو تسأل غيري عنه، يعني أكيد راح تصدف الأمور في يوم ما واسأل. ايه أنا ممكن أجاوبك مو عن سجاد، ممكن أجاوبك عن حكيم. نظام علينا، اعتبره آخر حوار في حياتي. اي والله راح نموت. لا امتنع. لا ما عندي أنا للأسف. شوف هذه أكو قضية يعني أتهم بها، أنه مثلا تقول نظام علينا يعني غموض. ما عندي، يعني ما أحس عندي غموض، بس عليك أن لا تتحدث بكل ما تعرفه، يعني ليس من باب البخل. نيالك على هذا الصبر على ما في الصدور. اي بس هذا
مأذن. هذا كبر سجل. ايه كبره. ايه يعني الصبر يعني يراد له طاقة عالية. من يراك طفلا الآن؟ أمي. من يراك شيخا عجوزا؟ لا أستطيع أن أذكر اسمه. لكن هناك يوجد. أوه. وزعت نظرك بالتساوي؟ أحاول لأن التساوي من المساواة، وأن تساوي بين الأشياء في حقوقها، هذا شيء. هل سرقت نظرا سوف تحاسب عليه؟ ربما. بالله أخو السؤال. ربما. هاي كلنا ربما يعني اكو راح اعتبرها. بعد انت بعد يمك يعني يم الناس يعني. يعني مو انت لا تمشي الناس بالطريق اللي تريدهم يفهموا. انا قلت لك احنا لازم على كيفنا، يعني خلينا نقلل من التوريث. وين ناخذ الناس ونقلل. لا ناخذهم بالبساطه، ناخذهم البساطه. نروح للسينما ولا للمسرح؟ اثنينهن صعبات. اثنينهن صعبات يعني. يا بساطه نحكي بيها. نقدر يعني اتقنت دور المتفرج انت ولا لا؟ احيانا اكون متفرج لاني اؤمن بكن بمقوله عظيمه ايضا للامام علي عليه السلام: كن في الفتنه كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. احيانا تحتاج ان تاخذ دور المتفرج، لان اهل الحق يحتقدون الاخرين على باطل، واهل الباطل يحتقدون اهل الحق على باطل. فما امامك الا ان تقف في منطقه وسطيه حتى تهدأ النفوس. اول درس علمته لمن؟ اول درس اريد اعرفه لمن كثيرا ما تواجه طلبه او تواجه مبتدئين حالمين محبين. وصيه. الثقه. يعني اعتبر الثقه يعني اينما تذهب عليك ان تزرعها. انا ارى كل جمله تظهر منك، كل جمله تقولها هي عصاره تجربه 50 سنه، عمر 50 سنه. فهذه عصاره تجربه لما يسمعها واحد عمره 10 سنوات او 15 سنه فتختصر الطريق عليه. ما راح ياخذ. ماكو احد ياخذ بتجربه الثاني. يعني الى درجه يعني الابن ما ياخذ بتجربه ابوه، ولا الاخ ياخذ بتجربه اخوه، ولا الصديق ياخذ. الحياه يعني متعتها في ان تذهب انت تخوض التجربه. واذا على هالاساس انه الاحكام والحكم عفوا والامثال العراقيه الشعبيه وبالموروث العربي ما قيل مثل او حكمه او بيت شعر الا عن تجربه اجتماعيه يعني طبعا. دقيقه. طبعا. يعني هو عصاره تجربه طبعا. وحادثه واقعيه. من ياخذ بهذا الموضوع؟ كم مره تعاملت بثقه عاليه وبحسن نيه مو غدرت، لكن لم يكن الآخر بهذا المستوى. هل كففت بعدها من التعامل بثقة مع الآخرين؟ طبعا. فال50 سنة أن تختصرها بحوار وبنصيحة ونصيحتين و10 و20، ما حد راح ياخذ